وبندخل على طول في استكشافنا النهاردة. ملاحظة كده من المادة اللي بنبص فيها لفتت نظري جداً. ظاهرة بقت في كل حتة، الناس اللي ماشية تكلم نفسها في الشارع. الموضوع ده فعلا بقى ملحوظ قوي. زمان زي ما المصدر بيقول كنا نشوف حد كده ونقول يعني يا عيني شكله تعبان، يمكن عنده مشكلة نفسية أو حاجة. بالظبط، النظرة كانت مختلفة تماما. لكن الواضح إن الموضوع يعني اتغير خالص، والمصدر بيقول يمكن إحنا نفسنا بقينا الناس دي، بس يمكن مستخبيين ورا سماعة الإيربودز أو حاجة. خلينا نفكك الحكاية دي. فعلا دي نقطة مهمة جدا، بتعكس تحول اجتماعي واضح. زمان الكلام مع النفس في مكان عام كان ممكن يتفاهم غلط، زي ما قلتي ضيق، مشكلة، وصمة كده شوية. أيوة وصمة. النهاردة المشهد مختلف خالص، وبقى منتشر قوي لدرجة إننا محتاجين نفهم أكتر. مهمتنا دلوقتي هي دي، نفهم أسباب الظاهرة دي بناء على الأفكار اللي معانا. طيب المصدر بيوصف الوضع الحالي إزاي؟ بيقول بنشوف ناس ماشية بتتكلم عادي وبترد، ممكن تضحك فجأة أو حتى يعني تتعصب كده لوحدها في الشارع. هو ده المشهد بالظبط. والنقطة بقى اللي المصدر ركز عليها، اللحظة اللي الواحد فينا بيكتشف إنه بقى بيعمل كده هو كمان. اللحظة دي بالذات، لحظة الإدراك الشخصي دي مهمة قوي في فهم الموضوع. بتلاقي نفسك مش بس بتفكر وانت ماشي، لا إيه؟ ده انت دخلت في حوار كامل بصوت عالي، تراجع موقف وتقول الكلام المفروض أرد أقول كذا أو لا هو اللي غلطان. زي ما الواحد بيعمل سيناريوهات في دماغه يعني. بالظبط، بس بصوت بقى. والموضوع ممكن يحصل وانت رايح السوبر ماركت عادي جدا، الحوار اللي كان جوه خرج لبره. وطبعا أول حاجة بتيجي في دماغنا كلنا، والمصدر كمان جاب سيرتها، هي التكنولوجيا، السماعات، التليفون. أكيد الحجة جاهزة، أنا في مكالمة. بس المصدر بيقول لأ، ركزوا في المواقف اللي ما فيش فيها تليفون واضح، أو حتى السماعات مش باينة أصلاً للناس اللي حواليك. وهنا بقى بنشوف رد فعل الناس التانية. المصدر وصفها بشكل لذيذ بصراحة. إزاي؟ يعني تلاقي الناس ممكن تبعد عنك خطوة كده، أو تبصلك بصة اللي هي سيبوه في حاله ده. فاهمة، نديله مساحته. بالظبط، حتى لو في سماعة مش متشافة، منظر واحد بيتفاعل قوي كده مع الهوا في الشارع بيلفت النظر وبيخلي الناس يعني تتعامل بحذر شوية. طيب هل التفسير بقى حسب المادة اللي بنبص فيها لسه ليه علاقة بفكرة الجنون بتاعت زمان دي، ولا في كلام تاني؟ لا خالص، التحليل هنا مختلف تماما. بيطرح فكرة يعني إن الموضوع مش جنان على قد ما هو نتيجة طبيعية، لأننا بقينا حسب تعبيرهم متحشرين جوه دماغنا. متحشرين جوه دماغنا يعني إيه؟ يعني كل واحد فينا دماغه مليانة طبقات فوق بعض من الأفكار والسيناريوهات اللي شغالة طول الوقت في الخلفية. زي إيه مثلا الأفكار دي؟ حاجات كتير قوي. ممكن موقف قديم لسه مأثر فيك، ممكن نقاش لسه مفتوح ما خلصش، ممكن بتحضر هترد تقول إيه على حد قالك كلمة، قلق من بكرة، تحليل لموقف لسه حاصل. زحمة جدا جوه. والنقطة بقى اللي لفتت نظري هنا هي إن المصدر بيربط بين الدوشة اللي بره في الدنيا اللي عمالة تزيد، وبين إن الدوشة اللي جوانا دي هي كمان بتتسرب لبره. يعني الكلام مع النفس ده زي تنفيس عن الزحمة دي. بالظبط كده. على حسب الكلام اللي معانا، الكلام بصوت عالي ده ممكن يكون مجرد طريقة نخرج بيها حتة من الأفكار دي، نفضفض شوية للعقل، فاهمة؟ أفضفض لنفسي يعني. أيوة. في عالم صاخب ومزعج زي ما بيتوصف، أقرب حد ممكن تسمعيه اللي جواكي هو نفسك، وأقرب مكان متاح وانتي ماشية هو الشارع، كأن المخ مش لاقي حتة تانية يطلع فيها اللي جواه. المادة اللي معانا فيها كمان مواقف طريفة قوي بتوضح الفكرة دي، زي مثلا لو حد ماشي جنبك وسمعك فجأة بتقولي لنفسك بصوت عالي لأ عندك حق أنا فعلا أسفة، وهو طبعا مش فاهم أي حاجة. بالظبط. أو تلاقي نفسك بتضحكي لوحدك فجأة في نص الشارع عشان افتكرتي حاجة. بتحصل دي. الأمثلة دي بتورينا قد إيه الحوار اللي جوانا ده حي، وممكن يطلع لبره كده بشكل عفوي ومن غير ما ناخد بالنا أحيانا. يبقى ممكن نقول إن الخلاصة كده من الكلام اللي معانا إن موضوع الكلام مع النفس في الشارع ده مش بالضرورة علامة خطر أو قلق يعني. تمام. ممكن يكون مجرد طريقة بنرتب بيها دماغنا اللي اتلخبطة، أو بنطلع بيها شوية ضغط، أو حتى بنلاقي تفاهم عند أقرب حد لينا وهو نفسنا. وهنا بقى ممكن نقف عند سؤال أعمق شوية جاي من التحليل ده.
لو الحوارات اللي جوانا دي بتخرج للعالم بالشكل ده، هل ده معناه إن في احتياج إنساني عام بقى أكبر للتعبير عن النفس، لتفريغ الأفكار في عالم بيزيد تعقيده ضغط يوم عن يوم؟ سؤال مهم فعلا. هل الحوار مع النفس ده ممكن يغني ولو حتة صغيرة عن التواصل الحقيقي مع ناس تانية، ولا هو مجرد عرض جانبي للفيضان اللي جوه دماغنا؟ يعني نقطة محتاجة تفكير وتأمل صراحة.